في القطب الشمالي واحد خونا سميتو اوفرغارد كيحاول يرسم شي حاجه في الثلج، ومن بعد كنشوفوه كتب كلمه عتقوني، وكتبان لينا طياره صغيره مدمره. ايامو هو تايه في هاد الثلج وما لقى حتى واحد يعاونو، وباش يقدر ياكل كيحفر حفره كبيره في الثلج اللي مجمد فوق الواد، وكيدير طعم في واحد العصا، وبيه كيقدر يصيد الحوت وكيحتفظ بالحوت اللي كيجبد في صندوق عامره بالثلج. ومن بعد ما كياكل كيطلع فوق الجبل باش يراقب واش كاين شي واحد قريب ليه، ومع الوقت كيرسم خريطه للبلاصه اللي فيها هو، وعنده واحد الاله كتصيفط الاشاره ديال الرادار كيخدمها، والضوء الاحمر كيعني بلي الاشاره مشات، اما البوله الخضراء الا شعلات كتعني بلي كاين شي واحد جاوبو. ساعات هو كيحاول يلقى اجابه ولكن ما كاين والو وحتى واحد ما جاوبو، ومنين كيقرب يظلم الحال كيجيه البرد وكيدخل للطياره ينعس فيها باش يرتاح، وكيفيق في الصباح يواجه صراع البقاء. وفي النهار الثاني اوفرغارد كيرسم رساله النجدة عاوتاني، وكيمشي لواحد البلاصه فيها الحجر، وكنعرفوا بلي صاحبه مدفون هنا حيت يلاه مات بشيامات قلال، وكيحيد الحجر باش يبقى يبان غير الثلج، والرساله ديالو تبان لشي واحد الا داز في السماء بحال الطيارات ولا الهليكوبتر. من بعد كيمشي للعواد اللي دايرهم باش يصيد بيهم، كيلقاهم خاويين، وكيلاحظ بلي كاين الاثار ديال رجل كبيره، وباين بلي الرجل ديال دب قطبي. اوفرغارد كيخاف يجي ليه وكيمشي يجري يسد على راسو في الطياره باش يبقى بامان، ومنين كيحس بلي ما كاين والو كيعاود يرجع للجبل، وكيخدم الماكينه اللي كتصيفط رساله النجده، وكيتسنى البوله الخضراء تخدم ولكن ما كاين والو. وقبل ما يتحرك ويرجع للطياره كيشوف لي يكون الدب قريب ليه، وعاوتاني ما كاينش حتى شي جديد. كيرجع للطياره وكينعس، وفي الصباح كيرجع يدير نفس الروتين ديالو، ولكن حتى واحد ما جاي ينقذو، وحتى الحوت اللي مخبي قريب يسالي. والحاجه الوحيده اللي عنده امل فيها هي الرادار اللي كيحاول يصيفط به رساله النجده. ومن بعد ساعات ديال المحاوله كان قريب يستسلم حتى بانت ليه البوله الخضراء شعلات، ومنين مشى يشوف شكون اللي تواصل معاه بالرادار كيلقى هليكوبتر قريب عليه، ومنين قربت ليه اكثر فرح، ولكن العاصفه خلت القبطان ديال الهليكوبتر ما يزعمش يهبط عنده.